السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة انتم واولادكم وكل حبايبكم يا رب العالمين. احلى متابعين في الدنيا كلها، وحشتوني، بحبكم في الله. ربنا يحفظكم جميعا يا رب. النهارده هنعمل مع بعض يا حبايبي العيش بتاع البرجر او العيش بتاع اللي هو الكايزر. حاجة روعة، حاجة تحفة كده. هقول لك كل تفاصيله وكل تكاته، وهخليه معاكي يطلع روعة وبأقل التكاليف واقتصادي جدا، وجايبه لك الطريقة حصري حصري من الافران. عيش الافران يا جماعه، طريقه عيش الافران بالظبط وباقل التكاليف، بدون زبده بدون بيض. هقولك ازاي اللون يطلع بالخطوره والجمال اللي انت شايفاه ده. هقولك ازاي تفرزيه، هقولك تفاصيل التسويه بتاعته، هقولك كل حاجه تخصه ان شاء الله. لايك وشير للفيديو، واللي ما اشتركش في قناتنا يشترك. اهلا وسهلا بيكم، شرفوني ونوروني في قناه وصفات ام مالك. ويلا يا حبايبي مع بعض هنشوف الفيديو على طول. معايا هنا حبايبي 2 كيلو من الدقيق. الدقيق بتاعي دقيق متعدد الاستخدامات. طبعا انا منزلاهم من المنخل. اي دقيق هتستخدميه تنزليه من المنخل، حتى لو منزلاه من الكيس حالا لازم تنزليه من المنخل. معايا معلقتين من السكر، باكو باودر، باكو خميره فوريه، نص باكو فانيليا كده او باكو فانيليا يعني. ومعايا كوبايه زيت، ومعايا ملح، ومعايا ميه دافيه كده حوالي لتر او 4 كوبايات. طبعا الميه لو احتجت شويه بزودهم لان الدقيق بيختلف، ما بيبقاش المعيار بالظبط زي يعني احتجت شويه ميه مش مشكله بضيفهم. هنا ضفت باكو البودر على الدقيق، بقلبه كويس قوي. بقلب البودر مع الدقيق، بمزج البودر مع الدقيق كويس. الدقيق اي نوع دقيق عندك استخدميه، مفيش مشكله فيه خالص، مش لازم دقيق معين يعني. ده غير الحلويات. وبنجيب حاجه كده بقى ونبدا ناخد الخميره بتاعتنا، وباكو الفانيليا. عندك فانيليا باودر، عندك فانيليا من اللي هي السايله، اي فانيليا عندك استخدميها، بتدي له طعم وبتدي له ريحه جميله قوي. دي اضافه من عندي انا متعوده بضيفها له يعني. وضفت هنا السكر وشويه ملح، حوالي معلقه بالصغيره، ونص كوبايه الزيت. على فكره الافران مش بتضيف زيت، الافران ما بتضيفش اي مواد دهنيه. انا ضايفه زيت بس عشان يساعد معايا في اللون ويساعد في القوام بتاعته الهش ده، يديله قوام هش ويساعد في اللون، يعزز معايا اللون يعني. وضفت هنا الميه، وبقلب المزيج كله في بعضه تقليبه كويسه. الخميره بتاعتي انا واثقه منها، ما ركنتهاش، انا متعوده بشتغل بيها على طول. لو انت الخميره بتاعتك ما انتش واثقه منها، يبقى تركنيها شويه كده على جنب، حوالي نص ساعه كده لغايه ما تختمر معاكي وتشتغل وتتاكدي انها اشتغلت. انا عشان واثقه منها وشغاله بيها على طول، وطبعا مش بركنها ابدا يعني، فهشتغل على طول عشان وقتي. حطيت الميه كلها وحطيت الحاجات كده كلها على بعضها، مفيش اسهل من كده. ضفت بقى الدقيق لاخر شويه اهو. ضفت الدقيق، لو احتجت شويه ميه بحطه عادي مفيش مشكله. لقيتي برضو العجينه طريه معاكي، هتضيفي معلقتين دقيق كمان يعني. كل حاجه بتتعالج يا حبيبتي، مفيش اي مشكله خالص. المهم تعملي في بيتك وريحه الخبيز كده تطلع في بيتك وتنوري بيتك. وحلوه قوي العيش، تحطيه ال2 كيلو دول هيدونا كميه كويسه قوي، هتشوفيها في الاخر هتطلع معايا روعه وان شاء الله يعني تعجبك. هتخزني وهعرفك ازاي تخزنيه في الفريزر وتطلعي اول باول. وحلو قوي للمدارس يا جماعه، وبيدي يعني بتاخدي كميه من ال2 كيلو، بتاخدي كميه كويسه قوي وباقل الامكانيات، لا في زبده ولا في بيض ولا اي حاجه اهو. وهقول لك طريقه المخبز بالظبط زي ما انت شايفه كده. قلبت بقى الدقيق بتاعي كده بالمعلقه الاول، وبعدين بقى بتنزلي بايديكي، ما ينفعش المعلقه، لازم احس ملمس العجين بايدي والمسه كويس قوي. عندك عجان اشتغلي بيه هيساعدك كتير، ما عندكيش خلاص اشتغلي بايديكي زي ما انا شغاله كده. انا بحب اشتغل بالعجين بايديا لاني بحب اشوف ملمسه يعني. محتاج شويه ميه بضيف له، محتاج شويه دقيق بضيف له. ايدك هي اللي بتعرف العجينه في ايدك شكلها ايه بالملمس يعني. بنشرب بقى العجينه كده بالحاجات اللي ضفناها دي كلها. والعجينه في الاول هتلاقيها مشبطه معاكي شويه كده، ما تقلقيش هتشتغل معاكي، تشغليها. اهم شيء بقى في العجينه دي يا جماعه التشغيل، يعني بتفضلي تشغلي فيها كده حوالي ربع ساعه. انا هنا شغلتها معاكم حوالي ربع ساعه لغايه العجينه ما سابت ايدي ولمت خالص زي ما انتم شايفين اهي. ببدا بقى اضيف النص كوبايه زيت اللي متبقيه. انا ضفت نص كوبايه زيت في الاول مع الخميره، ودي النص كوبايه زيت اللي كانت متبقيه.
بضيفها وبشربها للعجينه بتاعتي. وشايفين العجينه بقى بشغلها، اهم شيء تشغيل العجينه يا جماعه لغايه العجينه تبقى معاكي كده عمليه كده وشغاله. وبصي شايفه تسيب ايديكي خالص وتنضف كده، يعني تلاقي ايديكي نطفت منها وكده راحت زي الفل كده، تعرفي ان العجينه بتاعتك ايه تمام. باخد نقطتين زيت كده من قعر الكوبايه مكان ما انا واخده الزيت، وببطن بيهم الوش كده عشان ما يعملش قشره. وبكيس من بتاع التلاجة اللي هو النظيف بتاع العيش ده، او عندك بلاستيك راب، بتغطي العجينه بتاعتك وبتركنها حوالي نص ساعه. انا هضيف يعني ما كانش متواجد عندي البلاستيك دلوقتي، ب... ب... ايوه كده زي ما انت شايفه، بنغطي وبنفرغ الهواء، بنغطي وبنفرغ الهواء، وبنسيبها كده على جنب حوالي نص ساعه ساعه. الجو حر يعني ما اخدتش مني كتير، يعني خدت حوالي نص ساعه ساعه الا ربع بالكتير، واختمرت واشتغلت معايا اهي زي ما انتم شايفين. الجو اليومين دول حر، يعني لما بتبقى في الشتاء، لو انت عاملاها في الشتاء بقى تبقى تحطها في فرن البوتاجاز، المهم تحطها في مكان ما يكونش فيه تهويه، يعني مكان يكون دافي تختمر معاكي على طول. وجبت هنا الصينيه بتاعت البوتاجاز الكبيره بتاعت اللي بتبقى في الرف الوسطاني دي، ودهنتها بالزيت بمنديل كده خفيف قوي عشان العيش معايا ما يلزقش في قعر الصينيه. وببدا اقطع كده قطع صغيره بحجم البيضه في منتهى السهوله يا جماعه، سهل جدا زي ما انت شايفه كده. عايزه تعملي كبير عايزه تعملي صغير دي حاجه ترجع لك انت. انا عملت كده وكده شكلت يعني، وبيقطع معاكي كميه كويسه جدا. وزي ما قلت لك الدهن اللي بيتحط او الزيت اللي بيتحط في قعر الصينيه بيبقى حاجه خفيفه قوي بالمنديل كده، بس ضيفيها، لان في ناس بتقولك ما تضيفيهاش، ما تضيفيهاش بيلزق. هو المخبز مش بيضيف اي دهنيات لانه هو عنده افران من الكبيره، الافران الكبيره دي بتسوي الحاجه بسرعه وبتديها لون من تحت ومن فوق، ما بتسمح لهاش انها تلزق. انما احنا بنخبز في فرن البوتاجاز، فعشان ما تلزقش منك الاضمن انك تعملي ايه، تدهنيها دهن خفيف كده بالمنديل كده، بمنديل كده توزعيه بمنديل عشان ما يبقاش كتير في قعر الصينيه، يدي لون مش حلو في العيش من تحت. فبالمنديل يبقى خفيف احسن. بصي تقطعي زي ما بقول لك كده اهي، سهله جدا. قطعي حته بحته كده، وبتسيبي مسافات في الصينيه بين العيش والتاني او بين الرغيف والتاني، عشان هو لسه بيرتفع بعد كده وبيختمر، فبنسيب مسافه كويسه يعني عشان ما يلزقش في بعضه. وبنقطع بالطريقه دي يا حبيبتي بمنتهى السهوله زي ما انت شايفه كده، سهله جدا. والعجينه ماشيه معايا زي الفل، بسم الله ما شاء الله، بسم الله لا حول ولا قوه الا بالله، بركه الله بركه سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. سمي على حاجتك يا حبيبتي وسمي على اكلك، هيطلع معاكي روعه، وبركه ربنا وبركه سيدنا محمد الحاجه بتطلع جميله قوي قوي. اما تسمي عليها، تسمي على اكلك، بيطلع الحاجه جميله قوي قوي بجد يعني. انا خلصت هنا الكميه عندي، قطعت معايا الصينيه الكبيره بتاعه الفرن البوتاجاز دي، وقطعت معايا 6 صواني من التانيه دي، يعني الصينيه الكبيره بتاعه البوتاجاز، وقطعت معايا 6 صواني من التانيه الكبيره دي. طبعا زي ما انتم شايفين انا سايبه مسافات بين الارغفه وبعضها، لازم تسيبي مسافات عشان بعد كده بيختمر وما يلزقش في بعضه. بغطيها بقى في فوطه كده ولا حاجه، وبسيبها نص ساعه كده لغايه ما تختمر معايا والعجينه والرغيف يستريح وينتفخ معايا كده زي ما انتم شايفين اهو. سبتها وبوريها لكم اهي. وفي الاثناء دي بكون مولعه الفرن بتاعي على درجه حراره 180 او 200، درجه الحراره الطبيعيه بتاعت فرنك يعني. وبتسيبيه يسخن بقى على ما بنعمل بقى الوش. هنا بعمل هنا شويه شربات كده او ميه، معلقتين ميه على معلقتين سكر، بقلبهم في بعض كده كويس قوي، وببدا ادهن بيهم الوش عشان اللون. ممكن معلقتين لبن على معلقه قهوه سريعه التحضير، ممكن معلقتين ميه على معلقه عسل اسود. كل دي بدائل انا بديها لك، بس انا هنا عملت بالميه بسكر، ميه وسكر بس مش اكتر من كده. بتدهني بقى اللون، بتوزعي كويس قوي يعني وش الرغيف كويس قوي كده بالفرشه، بتشربي وش الرغيف كويس. اي طريقه عايزه تعمليها من الثلاثه اللي انا اديتهم لك دولت او قلت لك عليهم دولت، اشتغلي بيها حلوه، هتديكي اللون، هتخلي اللون معاكي في منتهى الروعه.
وبجيب بقى السمسم بتاعي وبحاول ارش كده على الارغفه، بس بسرعه بقى قبل الحاجه اللي دهناها دي او الشربات اللي دهناها على الوش ده ما ينشف او يجف مني. يا دوب بتتهني وتروحي رش على طول السمسم، او هتحطي حبه بركه او حاجه بتضيفيها بسرعه قوي عشان تلزق في الرغيف. طبعا الحاجات اللي اتبعترت مني السمسم اللي وقع في قعر الصاج ده، بمنديل كده وبتمسحيه عشان ما يحرقش معاكي في الاخر في الخبيز. كده خلاص انا كده تمام. همسح بقى السمسم اللي وقع ده، هلمه كده بمنديل اللي وقع في الجناب ده وادخله الفرن. زي ما قلت لك الفرن بتاعي انا مولعاه يسخن، لو سخنتيه قبل ما تشتغلي هيساعد معاكي كتير قوي، غير ما تحطي هو بارد. بيخلي العجينه تلزق منك وبيخلي الحاجات اللي شايفين جماله وحلاوته وهو في الفرن. بسم الله ما شاء الله، حبيت اصوره لكم وهو في الفرن واوريه لكم واوريكم لونه. وهنا خرجته من الفرن، شايفين اللون بتاعه والجمال بتاعه، شايفين اللون يا جماعه؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله لا حول ولا قوه الا بالله. الافران يا جماعه بتعملوا بالطريقه دي، بس هي ما بتضيفش دهن، انا ضفت زيت وضفت فانيليا، ده الاضافات اللي من عندي. اما الافران بتعملوا بس ميه وبودر وخميره وملح والدقيق، مش اكتر من كده، ما بتضيفوش اي دهنيات نهائي عشان تطلع معاكي طري. يا تبخيه بشويه لبن يا تغطيه بالفوطه على طول فورا بعد ما يطلع وهو سخن من الفرن. لازم على طول تغطيه بفوطه او تبخيه بشويه لبن كده عشان يطلع معاكي طري، ما يطلعش اللي هو اللي بيتهري، الوش بتاعه بيتهري ده. دي التكه اللي بتاخدي بالك منها، عشان التكه دي بتخليه طري معاكي وعملي وما يتكسرش منه وما يتهريش. شايفين طري معايا ازاي وعامل ازاي معايا، واللون بقى بتاعه طالع روعه معايا. هفتح لكم واحده دلوقتي وشايفين بقى السوا. لو الفرن بتاعك بمروحه هتساعد معاكي كتير قوي في السوا. الفرن مش بمروحه، شغليه على الحراره بتاعته العاديه، ولو لقيتيه استوى معاكي والوش لسه ابيض يبقى هنشغل الشوايه بتاعته شويه لغايه ما تاخدي اللون بتاعه الجميل اللي انت شايفاه ده. اما الفرن بمروحه، انا الفرن بتاعي بمروحه فبيساعدني كتير قوي في الخبيز، تشغليها هتظبط معاكي الدنيا وهتاخدي اللون الجميل. شايفين اللون بتاعه روعه. حبيت بقى افرز، انا طالع معايا كميه جميله قوي، حابه تفرزي في طبق فبر زي كده وتروحي جايبه البلاستيك راب ومغطيه الطبق وحطاه في الفريزر، او جايبه كيس اهو كده البلاستيك راب اهو، وبتغطي الايه الطبق بعدد الارغفه اللي انت هتشيليها على قد الوجبه بالظبط، عشان تطلعي الكيس يبقى على قد الوجبه، او في كيس عادي وتربطي عليه الكيس، كيس من بتاع العيش بتاع التلاجة ده اللي وريته لكم في الاول، بتحطيه وبتفرزيه وتطلعيه من ما تحبي. لايك وشير للفيديو، واللي ما اشتركش في قناتنا يشترك. واهلا وسهلا بكم، شرفوني ونوروني في قناه وصفات ام مالك، والسلام عليكم ورحمه الله.